أهلا بيك. الوفرة مش معناها إن يبقى عندك كتير، هي إحساس داخلي إن الحياة مصادرها مش محدودة، وإن ربنا خلق في الكون كل حاجة بزيادة. لما الشخص بيعيش في وعي الوفرة بيشوف إن اللي راح بيرجع أحسن وأكتر. ناس كتير مش بتحس بالوفرة لأن عقلها اتعود على سماع الشكوى وإن مفيش كفاية. مع التكرار العقل الباطن بيتعلم فكرة واحدة، إن مفيش كفاية، وساعتها حتى لو الواقع اتغير الإحساس بيفضل ملازمك طول الوقت. مهم جدا تعرف إن الوفرة مش بس فلوس، الوفرة بتبان في الحب والعطاء والعلاقات والفرص وغيرهم كتير. الوفرة مش فكرة تتفهم، دي حالة وممكن تتدرب عليها. حاول تلاحظ الأوقات اللي بيجيلك فيها أفكار بتخليك تتصرف كأن الحاجة قليلة ومش كفاية. لما عقلك يبدأ يكلمك رد عليه بهدوء وفكره إن الحياة مليانة وإن عطاء ربنا مش بيخلص. الوعي والملاحظة لوحدهم بيكسروا البرمجة القديمة. وافتكر، انت مش محتاج تخلق الوفرة، انت محتاج تشيل الحواجز اللي منعاها تبان. دلوقتي غمض عينك وتنفس بعمق وببطء. تخيل ان الهواء اللي بيدخل هو الفرص اللي ملهاش حدود حواليك، والهواء اللي خارج واخد معاه معتقداتك القديمة اللي فيها تعلق وخوف. كرر التوكيدات اللي هتسمعها واسمح لها توصل لعقلك بهدوء. أنا في أمان، الحياة بتدعمني باستمرار، مصادر الخير في حياتي مفتوحة، أنا بسمح للوفرة تدخل حياتي بسهولة ومن غير خوف. ربنا خلق الكون مليان وفرة في كل شيء. دلوقتي افتح عينك وما تنساش تتنفس وتضحك، وافتكر إن وسط كل الأصوات في صوت واحد.